السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا ولاد عاملين ايه النهارده؟ النهارده ان شاء الله جايه لكم كده بحاجة جميلة النهارده هتعجبكم. وتعالوا بقى اتفرجوا على شطارتي وشوفوا انا عملت ايه النهارده. دي الفراخ اللي كانت بقية الفرخة اللي انا قطعتها امبارح قدامكم وعملت منها البانيه. دي طبعا الهياكل وبقية الفرخة اللي طالع منها. وانا عايزة النهارده شوربة، الاكلة اللي معايا النهارده هعملها بس هي محتاجة شوربة. فطبعا دي سهلت عليا الموضوع النهارده. جبتها كده وسلقتها وحطيت لها شوية فلفل اسود وورقتين لورا كده مع حبهان فصين حبهان وقرنفلتين. وبصلاية وطماطماية وشوية ملح ومرقاية وشوية تكات كده حلوين للشوربة، عشان يطلعوا كده ايه حبة شوربة حلوين هستخدمهم النهاردة في الكوبيبة اللي انا هعملها. نسمي بقى بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي كده مع بعض خطوة بخطوة. أنا معايا النهاردة نص كيلو لحمة، طبعا أنا فرمتها. ومعايا شبت وكزبرة وبقدونس وبصلاية كبيرة، أنا مش هستخدم الاتنين، معايا بصلاية كبيرة وحوالي 5 فصوص توم أو 6 فصوص توم حسب برضو ما انتوا حابين. أنا مسكت اللحمة كده بقى، جبت الهون بتاع ست اللي انتوا شايفينه دوت، الهون بتاع زمان ده. ده الشغل فيه تمام طبعا. خدت اللحمة كده بشوية كربوناتو في المية، وبقيت اسقي اللحمة شوية مية بالكربوناتو وادقها في الهون عشان ايه تعمل عرق معايا كويس، لحد ما دقيتها كلها. ومسكت كده الخضار دقيته، والبصل والثوم زي ما انتوا شايفين كده دقيتهم كده دقة حلوة في الهون. ومعايا بقى تحبيشة التوابل الجميلة دي اللي هي طبعا البابريكا، ومعايا بصل بودرة وثوم بودر، ومعايا فلفل اسود، ومعايا حبهان طبعًا مطحون، ومعايا توابل اللهم صل على النبي، معايا توابل الفراخ. أنا حبيت اللي هي المرقة بتاعة الفراخ اللي هي الfine foods ديّة، بتدّي طعم حلو أوي للكُبيبة. فأنا هريتها كده وحطيتها مع التوابل والملح، وخدتهم بقى كلّهم كده تقليبة حلوة كده مع الخضار. وجبت الرز كده معايا حوالي كيلو رز، غسلته ونقعته كويس حوالي ربع ساعة، وصفيته من المَيّة. وطبعًا قلّبت التحبيشة دي كلّها كده مع بعضها حلو، وخدتها بقى إيه واحدة واحدة كده في الهون دَق كده لحد ما أنتم شايفين. طبعًا أنا مش هاعمل حاجة واحدة منها، أنا عملت الكُبيبة وعملت عجينة الكفتة اللي أنتم شايفينها الناعمة الجميلة الطرية ديّة. قُلت أعملها يوم تاني أستخدمها في يوم تاني، فأنا شوفوا بقى نُص كيلو لحمة استخدمته على مرتين 2. وطبعًا وفّر معايا كتير. والفرخة برضه استخدمتها على مرتين، أنا دلوقتي استخدمتها بقية الحاجة بتاعتها عملتها شوربة زي ما أنتم شايفين. وهابتدي بقى إن أنا أكوّر الكوبيبة كده وأقرّصها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جِبت حلة قطّعت فيها البصلاية، بقية البصلاية اللي أنا قُلت لكم عليها. أنا خدت واحدة للكوبيبة في فرم الكوبيبة، والتانية قطّعتها في الحلة زي ما أنتم شايفين كده، مع طماطماية كبيرة مع نُص قرن فلفل. ونزلت كده برشة فلفل أسود ومعلقة ملح صغيرة مع معلقة سمنة كده عشان طبعًا تخلّيها سايحة وزبدة كده زي ما أنتم شايفين، شايفين الحلاوة. وأبدأ بقى أقرّصها كده، قرّصتها كده بشوية زيت حلوين، كل طبعًا قرص باقرّصه في بشوية زيت. أنزل بقى بالشوربة المغلية كده عليها، بسم الله ما شاء الله شايفين الجمال. واسيبها بقى تستوي كده مع بعضها. طبعًا أنا جِبت عندي كده شوية شعرية كده كانوا فايضين عندي كده في المطبخ ومحتارة أعمل بيهم إيه، فقُلت أعملهم جنب الكوبيبة زي ما أنتم شايفين كده، أعمل شوية رز بالشعرية. وكان عندي برضه شوية لسان عصفور كده في كيس كده مركونين على جنب، قُلت برضه أستخدمهم وأعمل كده طبقين لسان عصفور كده جنب الأكل يبلّعوا كده زي ما أنتم شايفين. وجِبت بيضتين كده حمّرت بيهم الكوبيبة. طبعًا أنا في عندي بيحبوها متحمّرة وفي أنا باحبها مسلوقة، فأنا باحب أعمل إيه، باحب أصنّف كده يعني ده وده كده ماشي شغّال يعني.